أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قد استحل رمضان المحزم اللهم إن حبيبي وخليلي شهر رمضان قد استهل علي يوم الاثنين عام 15 و300 وألف ورحبت به وسلمت عليه بهذه القصيدة فتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها فوق ظني في الدارين اللهم رب رمضان سلم لي رمضان وسلم لي رمضان وسلمه مني وسلمني منه واجعله متقبلا يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرى الطاعات والسدد معظما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت ماحي أو زار وقاضي أو ضار وطارد أخيار من الخلد وصافدا كل شيطان بما معه ومتحفا لذوي الإحسان بالصفد ومذهبا كل أحزان نضيق بها في الدهر أفئدة يا مذهب النكد وزائدا كل عام ما نفوز به من جود مغن كريم نافع الزيد يا شهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد إني أحبك حب الذات ذا طلب من مالكي فيك إسعادا بلا أود ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن للأحد إليه قد تبت في شعبان حر رجب مجددا فيك فاشهد لي بترك ددي لاشهد بأخذي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد واشهد بحبك حب الذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل هذا اليوم يوم مضي بما تحب وترضى أبدا بلا التفات وتقبل مني الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم يا مكرم الضيف جارا كان أو زارا يا ماحيا عن خديم قبل أو زارا ناداك في البر بعد البحر خادمكم واليوم قلت له بالله ما اختارا أكرمته بقرى أمن وتكرمة فحاز عن جملة الأسواء أستارا خليته عن سوى الرضوان قبل كما حليته بمنى الدارين مبرارا بك انتهى صيره لله مرتديا عنكم وقد حاز أنوارا وأسرارا أمنته من شقاء فائزا أبدا خلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنى مع صفاء ما بعده كدر من مشتر منه عند البحر دينارا منه اشترى الله كحيث انتحت أبدا كما له قاد ما يهواه أوطارا ولا اللعين بيأس منه منصرفا وكل ما فيه ضر دب أوطارا لغيره ينتحي إبليس في أبد كفاه ربك تخمينا وأكدارا أنت النبي الرسول المصطفى علما صلى عليك الذي التفضيل قد دارا إني لجارك يا خير الورى أبدا عليك سلم من كلي له صارا
صلى وسلم باق لا شريك له عليك يا من به لي قدت أنصارا لي خط مطلبتي قضيت لي أربي محوت عني قبل اليوم أوزارا لي خط مطلبتي قضيت لي أربي محوت عني قبل اليوم أوزارا. بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال الله هذا يوم قدت إلى الله وللمختار قدي مدة مع استتاري أجر شكوري وسبي لدى تخربي قبل أطاب الخلدا لم ينحني وقت جهادي كسل وعني البصير عيبي غزل إلى إلهي قدت توحيد الكرام لدى اللئام ورجعت بالمرام لم تخرج التوحيد قلتة الحمر ونية الخير أتاب للعمر لقنني موحي لأنبيائه وقادني إليه مع ضيائه لقنني موحي لأنبيائه وقادني إليه مع ضيائه هدى إله الله قطعا للهدى ومن بغيره انتحاء ما هدى هديتي من مالك لي أصلحت كليتي بلا شق فصلحت أذهب ربي لسوى جهاتي سوءا وضرا مغنيا عن هاتي أصحب ربي لسوى جهاتي سوءا وضرا مغنيا عن هاتي ذب لخير الله كل مفسد وكل مفسد وكل مفسد أغناني النافع بالمسر في الحال والمآل هم ضر يسوق من أما أذايا الله لضر لا إله إلا الله وصل لي جزاء سكري وأجور صبري وتعطل لغير من يجور مد لي الله مع المختار مختار لي مع استحاري مد لي الله مع المختار مختار لي مع استثاري مد لي الله مع المختار مختار لي مع استثاري. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من في كتاب الله قلت قال الله هذا يوم ينفع الصادقين قاد لي القرآن ربي الولي قودا بدا لي في ربيع الأول قاد لي القرآن ربي الولي قودا بدا لي في ربيع الأول إذا قرأت آية أو كسرا قاد لي الباقي ثوابا كسرا لم ينحني ما يورث الأحزان والله مني رفع الأوزان لم ينحني ما يورث الأمراض والله مني قبل الأعراض إلي قاد من رعاني العظم وقاف مني كل من تعظم حدمت بالحق بناء كل من بارزني وقاد لله الأمن هديتني يا ربيق الذكور وأنت خير رازق شكور هديتني يا رابق الشكور وأنت خير رازق شكور هديتني يا ربق الشكور وأنت خير رازق شكور إلي قدت مالكي مراضي فأنت ذو الجلال والإكرام ذببت ضري لسواي أبدا فأنت خير مالك قد عبدا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل فأنت خير من أراد وفعل يسرت لي خير نوال قد عسر فأنت خير من يقيت ويسر وقيتني در الأعادي أجمعين فأنت خير من يغيث ويعين
ملكتني تمليك مالك كريم فأنت خير باسط لمن يروم يقودني إليك يا باقي الجميل فأنت يا جميل مغن ذو كمال يقودني إليك يا باقي الجمال فأنت يا جميل مغن ذو كمال نفعتني بما يدوم عجبا فأنت باق قد نفعت النجبا فزت بأنك الكريم الأكرم فإنك البديع والمكرم عنك رديت وعن المشفع يا مغنيا بقدمتي عن مدفعي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب لله قدت أرفع التوحيد رافع قدمة إلى الوحيد أبكار توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما ساءني وجاد بالمنافع قلت لربي بالنبي كلي ولم أكن عند العذاب كلي يقود لي أجر إلهي وجزاء رسوله الباقي ووعدي نجس وعد الأكرم الباقي الولي في رمضان وربيع الأول صدقهم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشهد لي بحبك وبحب كتابك وحب أمينك وحب جند الله الغالبين بعد حب رسول الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم لوجهك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه القصيدة التي أقدتها من قولك قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت لوجهه الكريم أمسكت جميع ما طاب لي وإنه البر السميع أسأله بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة لوجهك الكريم قل للأعظم في عادتي لي وجميع العظما لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي خدت ضر دهرك إلي قد مواهب السادات لدى العباد وفي العادات حبلي كون خلمي ينقل من لوحك من يا من لي سعادتي ضمن حبلي كوني قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي ضمن إلي قد مواهب السادات لدى العباد وفي عاداتي حبلي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي ضمن حبلي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا إلى سوى ذاتي السقط أبدا ما ساءني يا من سفاني أبدا سكرتك اليوم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر اجعل حروفي لوجهك الكريم أكبر رضوانك بسرا لا يريم يقود لي بدل ما نبذت ما قاد لي اليمن بما أخذت وصل للباقي بخير السلب ثمن ما بعت وفاق مطلبي مد لي الحافظ يمن اللوح في القول والقط وفاز لوحي ينقاد للكسف الصحيح في الحروف العربية مع امتلاء الظروف ناجاني العليم والعلام لما به قد بان للإعلام ناجاني العليم والعلام لما به قد بان للإعلام فرغت من غير رداء وثواب ومن سوى نافع علم وثواب حلمي يجيء من عليم للجنان وسدد القول ونور الجنان
إلى سواي انصرف الضلال بلا انصراف لي والإضلال لي بان أن الله خير من نجاح راج فلا يخيب راج النجاح لي بان أن الله خير من نحاح راج فلا يخيب راح انتحاح صمت بشهر رمضان عن جميع ما اختير ترك ربي السميع إلى سوى ساتي ساق الموتى باق عماني وأجاب السوتى دفع باق لا يسال حيا موتا نحاني وكفاني الخيا قلب للأعيان من أبقاني وكحس إحياء به سقاني يعلم الحي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت يعلم الحي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت نسعني من الورى الباقي القديم علمهم بأنني عبد الخديم صون الذي بقاؤه لا ينتهي يقود لي في أبد ما أشتهي درجتي عند الإله أفهمت المنكرين وسواهم فهمت قلوب من يسرهم ضري معا قد وجلت وللإله قمعا هداني الكافي الأسى والوجل وليس لي في لوحه من أجلي محى توجه العدا بالقول لي ومحى ما ساءني وجولي كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه القصيدة أحب إليه سبحانه من كل قصيدة ويسهر ذلك لجميع العالمين في الحال والمآل كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه القصيدة حصن حصين لقارئها عن الشيطان الرجيم وعن كل عدو وظاهر وعن جميع مكاره الدنيا والآخرة وعن كل شقاوة وعن كل مفسدة كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف فرغ من النصارى أجمعين كتب الله تبارك وتعالى أن النصارى يفرون من كتاب هذه الحروف ومن كل ما يظنون أنه يسوءه أو يضره كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة أحب إليه سبحانه من غير القرآن والحديث كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة قائمة مقامات غزوات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وغزوات جميع الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف جعله الله سبحانه فوق كل من بان فلاحهم وصدقهم صان إلهي بالمناجهات وأبدا أخنى يدي هنهات دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقول أبدا خير مرام قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقول أبدا خير المرام هديتي محجلة كل ملك كان منازعا وأحزاه الملك محى توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ونشر على أبيات هذه بركات قال الله بارك للباغي بلا انتهاء في ثمني والبيع ذو انتهاء ربحت في ثمن لك وثمن دمائري وليطاب زمني كرمني الباقي بقدر الذات ويمنه لي قد في اللذات أشكره بالعلم والأرزاق ولم يصل بنافح الرزاق تنحو قلامي وفؤادي والجسد لشكر باق قد حماني عن حسد قاد لي النافع ما يدعو إلى شكر كريم ليخلد الإله الحمد والشكر لرب العالمين أبقى سلامه على الهادي الأمين لله حمدي وشكري على سيدنا محمد باب العلا
أغناني الله عن الملوك به وبالماح عن السلوك لله قدت مدة توحيدي قائد أمداح إلى الوحيد لله قدت مدة توحيدي قائد أمداح إلى الوحيد له كتاب اليوم بالشكور ولم يزل برافع الشكور هديتي منك بلا انتهاء جاءت وسيري لك ذو انتهاء هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك فوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم ولا مبدل لكلمات الله وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباقي القديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاد بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه القر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته ممن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب الحلوم منه تعالى وهو هادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسقر سرمدا كل المليم لي سخبكن دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أحيم مد حياتي ولتسخ لي النحيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي ربي بالعلوم نافعة واتقني كل أليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم له كتابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عزيما يا عزيم بالعظيم عليه سلما بتسليم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما أنزل عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فر اللعين شاكيا سا خيب بنفع من يدي الحبيب غيب قاد أبا جهل إلى القليب بعد امتناهه من المطلوب طاب النفوس وقالخا للفرس محمد صلى عليه من فتر غزوته مخزية لذي بتر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلق ليس يشك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ذل الذين بارسوه خزهر فكونه خير البرية اشتهر ينتقم العزيز ممن أجرموا وإنهم له معنى لا يصرموا ندمت الفجار من براز من له السماء والأرض مالك الزمن ظلم نفسه الذي لم يسلم للواحد القهار مجري القلم للمنتقى أسد كل مشرك رمت سلامي عاصما من شركي ملكت خير الخلق عند المسبد مخجل كل مخرج ومسبد ولت عدا الإسلام طرا لسواي في البر والبحر وملكت هواي
إبليس أدبر لغير نحوي ومن عروضي خائف ونحوي وجوه أهل بدر الفئام ذبا لغيري جملة اللئام الله ربي وهو قلي حبي وقادني إليه بالمحب له كتابي قبل عند اليم ولسواي ساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بسولي حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بسولي محمد صلى عليه بسلام ربي يصحصح عداي بكلام محمد صلى عليه بسلام ربي يصحصح عداي بكلام دفع ذو الخيثوم كل من نحى ضري لغيري قائدا لي منحا لصاحب الحيثوم رمت أبدا سلام مغزي كل من لم يعبدا لجملة الأملاك والصحب أروم على سلام أريدا من الكريم أنفي لغير مسلم ومسلمة بالله والرسول ظلم الظلما أنفي لغير مسلم ومسلمة بالله والرسول ظلم الظلما حدمت ما بناؤه كل جاحد بحدم توحيد الإله الواحد حدمت ما بناه كل جاحد بحدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد بشكره نحم النسير السمد لله والرسول أنفي كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول والسحاب لازمنا منافع السحاب إلى سوانا ينتحي الشيطان وحزبه طاب لنا الأوطان لم ينحنا كفر ولا فسوق ولا الذي إليه ما يسوق علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الخلق والأمر لرب العالمين وإنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن محمد فرد يفوق تصلية وفاق جمعا والكؤوس عن مروية محمد فرد يفوق تثنية وفاق جمعا والكسوء مروية يسقي الخديم ظاهرا وباتنا من كأسه الدهاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بغيبة بطرد من يدري الخديم غيبة نبينا نفى العدا بخيبة بطرد من يدري الخديم غيبة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما التوبة النصوح إن شاء الله تعالى لعبده الفقير إليه الغني محمد بن حبيب الله عفى الله تعالى عنه وتاب عليه وغفر له ولوالديه ولأحبائه وتقبل منه هذه التوبة وخيرها من جميع أعماله ووقاه كل ما يخاف منه أو يضره في الدارين ووهب له كل ما يقربه إليه ويسره وينفعه في الدارين بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الحمد لله الذي قد تاب علي توبة كما أجاب نويت صيد توبة والشكر مع صلاتي على المبر نويت توبة إلى الله الأحد من كل ما جنيته طول الأبد وجهت وجهي لفاتر السماء والأرض تائبا له محترما جعلت نفسي وديعة له مفوضا أمري إليه كله هو الذي تبت له وغفر لي وجملة عيوبي سترا توصلي إليه في الدارين بالمصطفى المفتاح للخيرين وثقت بالله بلا تردد بالذكر والحديث ذا تخيد جعلت ذا النصم لذي الجلال
وديعة تسهد في الأهوال هو إلهي الذي لا أشرك شيئا به وبالكتاب أمسك يقيني اليقين من يوم الأحد في رجب للموت عوديا لدد لصد بأني يا غفور يا شهيد وبك توفيقي أني لا أعود لها وقد تبت إليك مخلصا لها وقد تبت إليك مخلعا إلى الذي رديته لي مسعا ذكرك والحديث والإجماع أصي وقبل كلها الإقلاع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استر نقدنا فهمني الكتاب عنك والحديث ولا تزل لي موفقا يقيس طيب فؤادي وطيب نفسي واجعل بنائي ثابتا في الأس ربيتني في السر يا لطيف ولسوى رداك لا أحيف أنت الذي خير رداك لا أروم في السر والعلن كل يا خديم لك السماء والأرض ملكا يا أحد وما سواهما من الخلق عدد ذق لي يا كريم يا مختار من الجميع وفق ما أختار من كل ما يسرني وينفع بجاه من سماته مصفع أجب بي وصل ثم سلما عليه بالآل وسني نعما وجهت وجهي إليك في رجب وابتغي منك اتباع المنتجب اغفر ذنوبي به وصل عليه بالتسليم يا ذا الفضل تبت إليك ما استطعت فاقبلي بجاي توبي فأنت أملي والله لا أرجع للضمير بإذن رب النافع المجير إذ بعته والدهر لا أقونا يا ربنا استر ذلك المكنونا لك علي بيع مع المدى بحسن صني لكل مرتدى أسبلت سترك علي يا كريم فلك عمدي بسكر قد يدوم رديت عنك يا مكرم رضا لا سقط بعد فصيرني رضا ضم إلهي قلبي وقلبي لك بجاه المجتبى ذي القرب حتى أكون كالسحاب عندك وعندهم بفضلك نقي قلبك صالحا مجتهدا مربيا مرقيا باب الهدى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا فهمني الأسرار والإشارة فهمني الأسرار والإشارة منك وسدني العلم والإنارة أجب بجاه المجتبى وصليا مسلما عليه دأبا ربيا وجهت في ذا اليوم رب كليا لك بتوبة فكن مسليا مع سلامك عليه واجلبي بجاهي إلي كل مطلب أجب دعائي فإنك المجيب وإني المضطر جدا والمنيب أنت الجواد لا يقيب الرجاء أنت الكريم من نحاك واللجاء نحوت بابك الذي لا يحجب عن كل واقف لديه يطلب أنت القريب والمجيب الواسع أنت الغني والولي النافع من علي اليوم بالمختار جملة ما أختاره يا باري من علي اليوم بالمختار
جملة ما أختاره يا باري نسهني اليوم عن الإساك وما يداهيه وسد إدراكي أقمني الدهر بلا إخراج فيما تحب دون الاستدراج لين فؤادي ولتصحصح كل ما يعوقني عن الهدى عيس سما من علي بكسوف وفتوح مع سلامة وجد لي بربوح سقى علي ما جرى به القضاء من جهتي من الذي لا يرتدى رب غني عذابك الأليما بجاه من سرت له قديما كن لي سرمدا وهب لي سولي وصل سرمدا على الرسول يسر به لي العلوم والعمل وهب لي اليوم به كل أمل نزه صلاة بسلام منك عني له وسد فهومي عنك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجعلني في السر والعلانية حنيفا وما أنا من المشركين أبدا حماني الحق عن الممال لغيري وهو ذو الكمال ناجاني الذي له الوجود ذا قدم وانقاد نحو الجود يقود ذو البقاء والمخالفة ما اختار لي ولن أخالف فاذت حياتي بذي الخيام بنفسي وعنده سيامي أورثني كتابه الوحدة وقادني بي إليه وحده وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مد الذي سمع له والبصر مع الكلام لي منى لا تحصر الله قادر مريد عالم حي سميع لم يفته ظالم أذهب كل ذي كفور وفسوق أذهب كل ذي كفور وفسوق أو زرك الذي حبا بنفع ذوق نفى لغيري متكلم عدا بغير رد لي وقاد لي هدى أخذت ذكر من عليه الفعل والترك جاس والكتاب يعلو ملكني من جاس فعل الممكن عليه والترك مرادي بكني نفيت تاسرا لربي عن سواه نفيت تاسرا لربي عن سواه فالكون لله وما الكون هواه التبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حمى عن هفوة لم يسل الله ولا يسال وانقاد لي بفضله الإنزال ملكني القرآن مغن أنزله وكل من رام أذى عزله سكرته ولا أزال أشكره وبلساني وفؤادي أذكره رفع ذكري وشكوري راضيا عني لا وقد ما أمراديا كتابه قد صحصح النيرانا لغير ذاتي وحمل جيرانا يقودني لله حب الله وسانني الله بجند الله نفى لغيري أهل بدر الأذود كل منافق وقال وحذود نفى لغيري أهل بدر الأذود كل منافق وخالد وحسود نفى لغير أهل بدر الأذود كل منافق وخال وحذود أكرمني الله بجنده الكمات الصالحين وهم القر الحمات أكرمني الله بجنده الكمات الصالحين وهم القر الحمات برأني الحق من الإساك وجادل المبين بالإدراك دعا قلامي إلى الكتاب حوضي به من مالكي كتاب أنقاد لله بلا ممال لخيره وهو ذو الكمال بسم الله الرحمن الرحيم
وتمت كلمات ربك ولت سياتين الورى لخيرنا بغير قصد لي وتاب ميرنا تفضل الباقي علي بالأمن بغير تقويف وطاب للثمن محمد صلى عليه بسلام خاد لي الكتاب أفضل الكلام من مالكي رمت له خير الصلاة ورام لي منه فراقي القلات تفارق الأذى بمن لغيرنا ذاق العدا به يطيب ميرنا كلمني من جاد بالسفاء بلا معاداة ولا جفاء له قلامي وله مدادي وكان لي بالحفظ والسداد مد يدي لخيري كاد يكون من المحال وأطاب للذكون أطاب للحكيم زاهري كما أطاب للباطن حسن الحكما تنمي أجوري منافع البديع وقد تقبل سكوري ببديع رضي عني من رضيت عنه بغير سقط مستمدا منه رضي عني من رضيت عنه بغير سقط مستمدا منه به استعفت وكفاني اللعين بغير تسليط علي ويعين بيعي تقبل بلا إقالة وسلعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم سي إخفائي كليتي حما بلا جفائي بسم الله الرحمن الرحيم فأحييناه فاسد حياتي ببقاء لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى إلي قاد الله أجرا حسنا وذان كل عنده مستحسنا حفظني الباقي عن الأعداء وكل حاسد وكل ضائع يكرمني الباقي بلا إشمات فصرت مغبوطا بلا شمات يغنيني الباقي عن المعاد مشيرا عدايا مثل عادي نحت قلامي ومدادي والجسد لشكر باق سانني عمن حسد أبقاني المحيي الذي ليس يموت مستغنيا عن السلاح بالمميت أهرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومخدومنا وخليلنا وحبيبنا في الدنيا والآخرة ساهرا وباطنا وجارنا في الدنيا باطنا وفي الجنة التي وعد المتقون بتقدير الله ربنا وخليلنا وحبيبنا وجارنا في الدنيا والآخرة محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله تبارك وتعالى ربي وخليلي وحبيبي وجاري في الدنيا والآخرة الله أعلم حيث يجعل رسالته الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله له خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا له خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفوا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور يا من كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب
لي جدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكتني تمليك من لا يسلب وانقاد لي عند عداك القلب حفظت ذكرك بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقيني اليقين شكا أبدا ولك غادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر لي العدا والكل منهم منقهر يقود للحق اليقين منك ما سرني وقد رديت عنك يقود لي حق اليقين منك ما سرني وقد رديت عنك جسبت لي مواهب السباق يا باسط الأرضين كالطباق علمتني تعليم من لا يخفى عليه شيء كنت لي بالأخفى لم ينحني ضرر نار الدنيا ولي وهبت يا كريم الشنيا رددت ما قصدني من سوء يا كافي الحظود والمسوء رددت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء رددت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل كل عدو قد دبر لغير دري وبسهره دبر أنلتني ما لا يرى لخيري في أبد فيك بأذن غيري لم ينحني كافر أو فاسق أو مسرك أو سوء حسد عني ناو لم ينحني كافر أو فاسق أو مسرك أو سوء حسد عني ناو لم ينحني كافر أو فاسق أو مسرك أو سوء حسد عني ناو أعطاني الله الكتاب والحلال وصانني عن قدب وعن دلال ترسي عن الأسواء في الدارين كوني معظوما من العارين هداني الرب الخليل الله بذكري حبي وجار الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته الله ربي أحد والله خلي ولا إله إلا الله له خطابي وهو حبي جاري وذكره إلى فؤادي جاري لست بوالد ولست بولد يا مفردا ليس له كفوا أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هب لي بحق قل هو الله أحد كونك لي يا غير مغن ملتحد أبخيتني لقنتني قهرت لي هديتني واليتني حدمت لي علمتني أخفيت لي لقنت لي ملكتني أتلو كتابي أعط لي قدت إكراما ولطفا رافقا لقدت إكراما ولطفا رفقا وزنة ولي قدت نفقا مددت لي ردا وسكرا خادا إلى جنان رافع فانقادا حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت ينقاد للتثبيت والرباح يسرت دفع قاد للمباح ثبوت كوني باقيا لا يخفى وللجنان كنت لي بأخفى ينقاد لي في كل ليل والنهار ما سرني مع الرضا بالانتهار جسبت لي مقدمات الهور أيس مني القبز الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقلت لي منك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء يا من حباني بالمناذافين
رمت شكورك بذكرك وما لما اخترت ورست أقوما رمت شكورك بذكرك وما لما اخترت ورست الأقوما سعادتي قبل وجود الخلق سبتها وكنت لي بتلق إلي قلت ما أكون ذا اقتزاز بي ولا ينو لعمري قساس ليتقود للجنان القردا ولسوى ذات تذوق المردا أنت العليم والقبير والكريم أنت الذي بك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني هبات ربي نعم جار الله خص ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعلني ممن لهم دار السلام واجعل هذه الأبيات فوق ما قلت وصننت في الدارين آمين يا رب العالمين واجعل هذه الأبيات فوق ما قلت وصننت في الدارين آمين لربنا الذي لنا دار السلام بوعده شكر يصحصح الظلام هو الذي لا يخلف الميعاد ومنه أبقي العل والمعاد مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر دعوت وهو المجيب والقريب وإنني وقت دعائي قريب أجابني في خير فليجيب فيه فإنه القريب والمجيب رمت من المعيد مكسي سمنا في الوطنين ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم العلام له خطاب اليوم وهو الأكرم فمن توجه له يكرم سلام ذي الجلال والإكرام كل وسلمني من الحرام ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المصفع المعترم ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المصفح المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وغير من خدمه ذو قدم محمد بغية كل راج كل به ربي بلا استدراج اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبشره بما وجهت إليه ماخوذا من حروف قولك ولقد مكناكم واجعل كل حرف من هذه الأبيات أبدا بشارات له عليه الصلاة والسلام ولا اللعين لسواي سرمدا بطرد من لقاد يمن أحمدا لله شكري بعد عمد خلدا على بشير ليصف البلدا خدت بصارة تدوم أبدا لسابعا كوني قديم وبدا دعا قلامي لقد نمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا مدح النبي لي قاد عددا شهور ربنا وساد مددا كرمني ذكر حكيم أبدا لي بزارات لدى من عبدا كتاب أحمد اللذاني سددا ونور القلب وصحصح دادا كتاب أحمد اللذاني سددا ونور القلب وصحصح دادا نويت أقصى غير ذكر أيدا به إلهي النبي الجيدا نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفى من فندا كرمني مولد من لم يولدا
كرمني مولد من لم يولد نصير وأبدا لن يولد كرمني مولد من لم يولد نزيره وأبدا لن يولد محى العناء والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي بلا سلب أبدا كوني من أصحاب الجنة إلى إله الله قد أوصلت الحمد والشكر لدى وصلت إلى إله الله قد أوصلت الحمد والشكر لدى وصلت سمدنا ليس له كفوا أحد وأحمد المختار ليس من جحد حمدت ربي على محمد مسقادني محمد للسمد أحمدنا المختار نور الرسل على الجميع صلوات المرسل بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب أورثني ذكر الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم ينح قلبي سك أو تغمين مزل الأمين قادني الأمين جزاء ربي وجزاء المعتمى خاد لي الذي الخفاء حتما نسع للواحد ما لا أذكره لأحد عود وإني أذكر ناجاني القدوس في عقائدي والقول والفعل ونعم قائدي هدية الباقي الولي صحصحت لغيري العدا وربحا منحت توفيق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فضلت التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين واجعل هذه القصيدة من أعجز المعجزات الكامنات المتعقرات آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يساس منه منك عونا صل صلاة كل فاسد تذوق لغير ساد لتديم ربح ذوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك برسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل كما بي حققت الاتصال يليق بي والتقن انفزالا يا جاعل القطي فوق سني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اقتراد وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تصد لي بسلام بصلاح يصد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم تدعو لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل وسد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني أذب بي ولي يجد بعصمة ومد لي غيرا بغير صدمة أبغي لي الملك وعني سليا مسلما على النبي وكن ليا
يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عظيما ممن يرى في أبد مغاثما أنلتني فوزا ولبا عظيما ممن يرى في أبد مخاشما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهب للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ولي به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبسر يا ذا القدر ولي ما لا يرى لخيري في الله والسكر وأذن غيره عليه صلى الله بالتسليم في الآل وصحب سوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نباتني تنبيع شاكر عليم باق إلي النفقاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لتقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما صل صلاة لتقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما مع ظلام جاذب لي بركات ما اخترت لي تكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تسلسل ولا عدوان على الذي تسر حياتي وخدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده ردا في جملة الأعراض لاسكر خردا أسكن عقائدي في التوحيد ولتحيي بي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نور يا منسلا قد جدت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي وقت كتابتي لذا درا وياقوتا أداما في لذا من نقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلما عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال واجعل بي قطي يا شكور يا من لو من انتهى الشكور واجعل بي قطي يا شكور يا من لو من انتهى الشكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني العدا والمردا في كل سهر واجعل الشهور لي عبادات حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على ردائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لسهد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وصل عني أبدا مع السلام على الذي أورثني غير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء
والتقني النقد مع الجفاء وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاة والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عظمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واحفظ بي السكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد والترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء والترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا الذي يكون شبهك أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا عماحا لومي جددت ترك عود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مقوف حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مقوف لحقق الرجاء في كل الآيات واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم على عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلتي سفيع السلم وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل سهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل سهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس اللائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك ماهي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب له اليوم بصارات الكريم لديك يا باقي مسيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن ما صفى ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن مدادي خذ له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك خائرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن خلامي خذ له تبصيرا يا من لنا أرسلته بصيرا يا ربنا صل صلاة النائرة مع سلام برداك سائرة على الذي أعطيته خراسي بخدم دمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن خراتيس له خذ الخرات يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة الراقية مع سلام بالمرادي باخية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمال وخذ له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل سكاء مع سلام مرية على الذي أريته سنينا مجاهدا محتربا سنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخذ له من قدمي ما سرا يا من كفى لمن وسى واخترا واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره واسل أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوتان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك خالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخذ له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة ساملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يسال ناميا مما يدرني جهاد حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه والتجعلي جميع خدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خير خامعة مع سلام نوره لا ينختم على الذي به أسايا منختم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع جميع الصلوات اليوم لك وجنبني الهدى واللوما يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مساسعا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وهم ري أحمدا يا ربنا صل صلاة سائبة بكل در مع سلام ساهبة لنا سعادة وربعا وسعا يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي به تقود للخرد بلا عدا ولا أسن ولا مرد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عنتنا أني يسلي كل سهر وسنة مع سلامك على المصفح من خاد لي مهجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني سدر من خدم علاوة بلا قدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بسارات تخدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من خير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بصارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مسايا خودا له وزينا يزدري ياخوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مع الهنا والملام وخادني إليك يا رب بك وخدني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بخير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارية كل المفاسد تسول تارية إلى سوانا قبل أن تنتهيا يا من لديه درري قد مهيا مع سلام همري يسلم من كل ما به تجيه السلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وخط أحمدا واجعل حروفي كل عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البصر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباح والثلاثة مما يسر أبدا وينفه يا من به الضر لخير يدفه يا ربنا صل صلاة لم يرى نسيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومسمعا ما فيه كل ملك وبصري يخبطه من سيد وبصري واجعل حروفي له لذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية مع سلام سائف مفاسدا لخيرنا وسخوة وفاسدا على الذي بصره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس حبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصد الدر معا فتذهب إلى سواي سرمدا مع سلام لخيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الخالبين لسوي الملاهي وصاصه لخيرنا الكفار كما مها الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأخلاق تهديدا يدوم يصرفهم لخير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمعها يا ربنا صل صلاة تبخى مع سلام لي يقول سبخا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بسارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بسارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بسارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لتجود بالاستغامة وتقليل الحجود في الآل والأصحاب والأتباع وسادني علما مع اتباع يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلى أزكى صلاة بسلام لا عدد لا تذوق لي دائما مدد في الآل والصحب وكف ما حذر عني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أزكى صلاة لتذوق كل ما لو استعيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وصحبه الدرر والآل يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة لتجود بالصبر بأن أجاورك من غير صبر مع سلام بجميع الآل وصحب من خدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بالسلام تطيب لي طوبى مع دار السلام صلى وسلم عليك بالجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع السلام ليسقر عداك يا غير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبني من ذائه اليوم إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا غير مرسل لغير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى
مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك خشق القمر صلى عليك من بخفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بالانسلام من بك جملة الذنوب قفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتغى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والسقاء كف وما يحرمني ارتغاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعما بك علينا وأدام النعما وكلما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلام من الحزاب ومن الملام وطيب السمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أسير بسعم وعرب وضمني إلى السهاب المنى وخاد لي بلا حساب المنى وحتى ذنبي وعيوبي يمها وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كسبا وكف عني جملة الرسايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة الدعاء داع جدير غاتبته بالشكر والثناء إذ بك عني غد نفى عنائي يا من سؤال خير عندي دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المصحصح الزلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهي حياتي سافية لك بي مع الوجوه الضافية واجعل بجاهي حياتي سافية لك بي مع الوجوه الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين